نزلت له الملعب واستقبلها وهو فاتح دراعاته وبيرقص وبيتنطط من الفرحة ولبسها الميدالية وتصوروا مع بعض صور للذكرى، وصدق اللي قال عليها انها تميمة حظه ووش السعد والهنا عليه. مين ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟ ازاي شاركته الاحتفال بدوري أبطال أفريقيا؟ هل فعلا كانت رافضة انتقاله للأهلي؟ لو انت فرحان بفوز الاهلي ايراد، فزوجة امام عاشور فرحانه 24 ايراد وفرحتها مش سايعاها علشان الفريق نفسه الاهلي اللي فاز والفرحه جوزها. وكلنا شفنا اللي عمله امام عاشور ورقصه مع الكاس بعد التتويج ببطوله افريقيا وفوزه على الترجي 1-0، وشاركته الاحتفال زوجته ياسمين حافظ. ورغم ان زوجات لعيبه كتير بيعملوا كده، ولكن احتفال ياسمين مع امام عاشور ليه طابع تاني خالص بالنسبه للجمهور. وفعلا ياسمين اول ما اخدوا الكاس وخلص امام احتفالات مع باقي لعيبه الفريق، نزلت له الملعب وهو يجري وفتح دراعاته في استقبالها وخلع الميداليه من رقبته ولبسها لها كانه بيقول لها انت اللي تستحقي التكريم ده. ومش اول مره يعمل كده، ودي كانت من اهم اللقطات بعد المباراه اللي لفتت انظار الجماهير وكانوا مبهورين بيهم. مفيش مباراه ليه من وقت ما راح الاهلي بتفوتها، ودايما بتحضر وتشجعه وفي ظهره، حتى المباراه اللي ما كانتش موجوده فيها لظروف ما في مباراه الاهلي والزمالك بكاس مصر. وبمجرد ما الحكم صفر بنهايه المباراه، اول حد كلم امام عاشور يهنيه وفرحتها ما كانتش سايعاها هي مراته ياسمين، والكاميرات لقطته وهو بيتكلم معاها، وكانت مكالمه فيديو. مش بس كده، لما اتعمل لقاء مع امام عاشور قال عنها مراتي حبيبتي هي السبب في مشاركتي النهارده، انا كنت تعبان ودرجه حرارتي عاليه من ايام وكنت مهدد بعدم المشاركه في المباراه، لكن هي وحماتي وقفوا جنبي لحد ما خفيت وشاركت وللحمد لله فزنا. فدي مش المره الاولى اللي ادعم ياسمين امام، ولكن كمان احتفلوا بعد فوزه بجائزه افضل لاعب في المباراه اللي اقيمت بين الاهلي وبلديه المحله، لما ظهر امام وهو بيدي تيشيرت لزوجته بعد انتهاء المباراه. الغريب بقى ان رغم التشجيع والدعم اللي بتقدمه ليه وحرصها على حضور مبارياته، الا انها زملكاويه وعائلتها كلهم زملكاويه، تخيل ده. ولما عرفت امام عاشور كان هو في الزمالك، لكن فجاه بقت اهلاويه لما اتنقل للاهلي، ورغم انها كانت رافضه تماما ان امام يروح الاهلي. بس ياسمين وش الصعد على امام عاشور، ومن وقت تعارفهم وهو بيعيش افضل فترات حياته في كره القدم وعروض الاحتراف بتجيله، ده غير تالقه مع الزمالك قبل التالق الكبير مع الاهلي. امام عرف ياسمين في نادي الزمالك، وده لان اخوها ياسين حافظ كان لاعب في ناشئ الزمالك في فريق 2005، وكان هو السبب في تعارفهم على بعض. لكن هو مشي من الزمالك بعد انتقال امام عاشور للاهلي بسبب انه تعرض لمضايقات كبيره من النادي وزمايله في الفريق بسبب العلاقه العائليه اللي بتربطه بامام عاشور، وده كان واحد من اسباب رفض ياسمين لانتقال امام للاهلي، وللاسف اللي حسبته حصل. مش بس كده، جمهور الزمالك زعل منها جدا عشان لقى انها وافقته على قراره، ومش بس كده دي بتدعمه وواقفه في ظهره. امام لما شافها اعجب بيها جدا من اول مره وخطبها في يناير 2023 واتجوزوا في مارس من نفس السنه. الغريب ان وقت ما كانت ياسمين وامام في شهر العسل وطلع الكلام على انضمام امام لصفوف النادي الاهلي، ياسمين طلعت ردت وقالت ان الكلام ده كله غلط في غلط، امام مستحيل يروح الاهلي، احنا كل عائلتنا زملكاويه ابا عن جد. لكن بعد كده انتشرت تصريحات على لسانها ان ياسمين ما عندهاش مانع من انضمام امام للاهلي، واهم حاجه مصلحه جوزها فين، وما دام مصلحته في الاهلي يبقى تشجع الاهلي. ياسمين اتخرجت من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورغم شهره وشعبيه وجماهيريه جوزها الا انها بتحب يكون ليها خصوصيه، وعلشان كده خصصت حسابها على الانستجرام للاصدقاء والمقربين بس، وبيتابعها حوالي 230 متابع وبس. رايكم ايه في دعمها ليه وتشجيعها طول الوقت؟ وهل هي فعلا سبب كبير في تألقه عن الاهلي؟ شاركونا في التعليقات.